Maybe this is all your greatest game, George. It's a very dangerous line of work. I'll say. You can still die. You're not Wolverine. You understand pain? السلام عليكم جميعا أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بيكم في جولتنا الأسبوعية لأقوى أفلام البوكس أوفيس الأمريكي. الأسبوع ده مش عادي أبدا، والمنافسة في قمة اشتعالها، والأفلام بتكسر أرقام قياسية بشكل مش طبيعي. عندنا أكشن هيخليك على حافة الكرسي، ودراما هتشدك من أول مشهد، وكوميديا هتخليك تضحك من قلبك. مين خطف الصدارة ومين فاجئنا بأداء غير متوقع؟ استعدوا لأن اللي جاي مليان مفاجآت تقلب التوقعات رأسا على عقب. فيلا بينا نشوف مع بعض أقوى 10 أفلام في شباك التذاكر الأمريكي للأسبوع ده. وهنبدأ قائمتنا بالمركز العاشر بفيلم الأنيميشن موفاسا ذا ليون كينج، واللي صدر في 20 ديسمبر 2024. الفيلم بيحكي قصة حياة موفاسا من وهو شبل صغير لحد ما بيقابل الأسد تاكا الوريث لعائلة ملكية. اللقاء ده بيكون بداية رحلة ملحمية لمجموعة من الشخصيات اللي بيدوروا على مصيرهم، وبنشوف من خلال أحداث الفيلم استعراض للتحديات والصعوبات اللي واجهها موفاسا في رحلته من شبل بسيط لحد ما بقى ملك أرض العزة. حصل الفيلم على تقييم 6.6 على موقع IMDb، وعلى نسبة 57% من تقييمات النقاد على موقع روتين توميتوس. ومع ميزانية إنتاج وصلت ل $200 مليون، حقق الفيلم إجمالي إيرادات في 13 أسبوع عرض $714 مليون. We're alive! I did it! I saved us! You were saying? وجه في المركز التاسع فيلم الإثارة والتشويق لاست بريث، واللي صدر في 28 فبراير 2025. الفيلم مستوحى من قصة حقيقية، وبيحكي عن مجموعة غواصين محترفين بيواجهوا أخطر تحدي في حياتهم، وده في أثناء مهمة في أعماق المحيط. واحد من الفريق بيتحبس على عمق مئات الأقدام تحت سطح البحر، ودلوقتي الزمن بيجري، والفريق لازم يتحدى الطبيعة والظروف القاسية علشان ينقذوا زميلهم قبل ما الأكسجين يخلص. الفيلم حصل على تقييم 6.9 على موقع IMDb، وعلى نسبة 78% من تقييمات النقاد على موقع روتين توميتوس. ومع ميزانية إنتاج وصلت ل $24 مليون، حقق الفيلم إجمالي إيرادات في 3 أسابيع عرض $19 مليون. You can do this, buddy. I'm with you. Incoming swell. Brace for impact. Now! وفي المركز الثامن جه فيلم الرعب الكوميدي ذا مونكي، واللي صدر في 21 فبراير 2025. الفيلم مقتبس عن قصة قصيرة للكاتب الشهير ستيفن كينج، وبيحكي عن توأمين بيل وهال شيلبورن، واللي بيلاقوا لعبة قرد قديمة في علبة جوا بيتهم. لكن بعد ما بيلاقوا اللعبة سلسلة من الوفيات البشعة بتبدأ تحصل حواليهم، وبعد 25 سنة اللعبة الملعونة بترجع تاني، وبتجبر الأخوين اللي بقى بينهم خلافات إنهم يواجهوا الرعب ده مرة تانية. حصل الفيلم على تقييم 6.4 على موقع IMDb، وعلى نسبة 77% من تقييمات النقاد على موقع روتين توميتوس. ومع ميزانية إنتاج وصلت ل $11 مليون، حقق الفيلم إجمالي إيرادات في 4 أسابيع عرض $56 مليون. Spaghetti City. وفي المركز السابع جه فيلم الأنيميشن الكوميدي دوج مان، واللي صدر في 31 يناير 2025. الفيلم بيحكي عن شرطي وكلب بوليسي بيتعرضوا لحادث خطير، وده في أثناء أداء واجبهم، والإنقاذ حياتهم بيتم دمجهم في عملية جراحية غير تقليدية بينتج عنها بطل جديد بنصف إنسان ونصف كلب، بيجمع ما بين شجاعة الإنسان ووفاء الكلب. حصل الفيلم على تقييم 6.3 على موقع IMDb، وعلى نسبة 80% من تقييمات النقاد على موقع روتين توميتوس. ومع ميزانية إنتاج وصلت ل $40 مليون، حقق الفيلم إجمالي إيرادات في 6 أسابيع عرض $125 مليون. What if we sew the dog's head onto the man's body? Great idea! وجه في المركز السادس فيلم المغامرة العائلي باتينجتون إمبيرو، واللي صدر في 17 يناير 2025. والفيلم بيحكي عن باتينجتون اللي بيقرر يرجع بيرو علشان يزور عمته لوسي الحبيبة اللي عايشة دلوقتي في دار المتقاعدين للدببة، وبياخد معاه عيلة براون في مغامرة جامدة وسط غابات الأمازون المطيرة والجبال العالية في بيرو.
وفي أثناء الرحلة بيلاقوا نفسهم قدام لغز كبير بياخدهم لاكتشافات ما كانوش متوقعينها. حصل الفيلم على تقييم 6.7 على موقع IMDb، وعلى نسبة 94% من تقييمات النقاد على موقع روتين توميتوز. ومع ميزانية إنتاج وصلت ل $90 مليون، حقق الفيلم إجمالي إيرادات في 5 أسابيع عرض $184 مليون. Where are you, Aunt Lucy? Seek out what she was looking for, and it may lead you to her. Excuse me, sir. Is this boat for hire? Capitan Hunter Cabot, at your service. وفي المركز الخامس جه فيلم الانيميشن الكوميدي الجديد The Day the Earth Blew Up A Looney Tunes Movie، واللي صدر في 14 مارس 2025. الفيلم بيحكي عن مغامرة مجنونة أبطلها الشخصيات المحبوبة من عالم لوني تونز، وبنشوف من خلال أحداث الفيلم بوركي بيك وصديقه المضحك دافي داك وهما بيحاولوا إنقاذ الأرض من غزو فضائي كارثي بعد ما تسببت تجربة علمية فاشلة في جذب مخلوقات فضائية خطيرة للكوكب. حصل الفيلم على تقييم 6.8 على موقع IMDb، وعلى نسبة 88% من تقييمات النقاد على موقع روتين توميتوز. ومع ميزانية إنتاج وصلت ل $15 مليون، حقق الفيلم إجمالي إيرادات في أول أسبوع عرض ليه $5 مليون. Situation is under control. There's no way we could screw this up. وجه في المركز الرابع فيلم الأكشن والإثارة كابتن أمريكا بريف نيو وورلد، واللي صدر في 14 فبراير 2025. والفيلم بيحكي عن سام ويلسون وهو بيتولى دور كابتن أمريكا، وبنشوفه بيواجه تحديات جديدة على المستوى الشخصي والوطني، وبيتعامل مع تهديدات عالمية بتختبر مبادئه وقدراته كرمز للحرية والعدالة. كمان بنشوف ثاديوس روس اللي بقى رئيس الولايات المتحدة وبيسعى للسيطرة على معدن الأدمنتيوم النادر، وده بيدخله في صراعات ومؤامرات سياسية معقدة. حصل الفيلم على تقييم 5.9 على موقع IMDb، وعلى نسبة 48% من تقييمات النقاد على موقع روتين توميتوز. ومع ميزانية إنتاج وصلت ل $180 مليون، حقق الفيلم إجمالي إيرادات في 5 أسابيع عرض $388 مليون. Want me? Come and get me! وفي المركز الثالث جه فيلم الأكشن والإثارة الجديد بلاك باك، واللي صدر في 14 مارس 2025. القصة بتبدأ مع جورج وكاثرين، زوجين مش عاديين، مش بس مرتبطين في حياتهم الشخصية، لكن كمان شغالين عملاء استخبارات بريطانيين. حياتهم كلها أسرار ومهمات سرية، لكن فجأة الدنيا بتتقلب لما كاثرين بتتهم بالخيانة، وجورج بيلاقي نفسه في أصعب اختبار. هل يصدق مراته اللي شاركته كل لحظة في حياته، ولا يلتزم بواجبه الوطني؟ حصل الفيلم على تقييم 7.4 على موقع IMDb، وعلى نسبة 97% من تقييمات النقاد على موقع روتين توميتوز. ومع ميزانية إنتاج وصلت ل $60 مليون، حقق الفيلم إجمالي إيرادات في أول أسبوع عرض ليه $11 مليون. Maybe this is all your greatest game, George. It's a very dangerous line of work. I'll say. وفي المركز الثاني جه فيلم الخيال العلمي ميكي 17، واللي صدر في 7 مارس 2025. الفيلم بيحكي قصة ميكي، عامل مستنسخ بيتم تكليفه بمهام فضائية خطيرة لاستكشاف كوكب جديد. المشكلة ان كل مرة ميكي بيموت فيها بيتم استنساخه بذكرياته كاملة، لكن مع مرور الوقت بيكتشف ميكي أسرار خطيرة بتهدد حياته ومصير المهمة بالكامل. حصل الفيلم على تقييم 7.1 على موقع IMDb، وعلى نسبة 78% من تقييمات النقاد على موقع روتين توميتوز. ومع ميزانية إنتاج وصلت ل $118 مليون، حقق الفيلم إجمالي إيرادات في أسبوعين عرض $90 مليون. Are you afraid to die? This time I wasn't scared. أما المركز الأول والفيلم اللي اتصدر شباك التذاكر الأمريكي للأسبوع ده جه فيلم الأكشن الكوميدي الجديد نوفوكاين، واللي صدر في 14 مارس 2025. الفيلم بيحكي قصة ناثان كاين، شاب بيعاني من اضطراب وراثي نادر بيحصنه تماما ضد الألم الجسدي، ورغم ان حالته دي كانت دايما سبب في معاناته، الا انه بيكتشف انها ممكن تكون اكبر ميزة عنده لما بيلاقي نفسه مضطر يستخدم قدرته الفريدة دي علشان يحمي حبيبته اللي اتاخدت رهينة في عملية سطو على بنك. حصل الفيلم على تقييم 7 على موقع IMDb، وعلى نسبة 82% من تقييمات النقاد على موقع روتين توميتوز. ومع ميزانية إنتاج وصلت ل $18 مليون، حقق الفيلم إجمالي إيرادات في أول أسبوع عرض ليه $10,500,000. You can still die. You're not Wolverine. You understand?
وده كان ملخص لأقوى 10 أفلام في شباك التذاكر الأمريكي للأسبوع ده. الأسبوع ده شفنا منافسة شرسة وأفلام قدرت تحقق أرقام خرافية، وأعمال تانية فاجئتنا سواء بالأداء القوي أو النتائج المخيبة. قولولي في التعليقات إيه الفيلم المتحمسين تشوفوه، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة علشان تتابعوا أحدث أخبار الأفلام أول بأول. وأشوفكم في الفيديو الجاي مع جديد السينما وأقوى الأفلام إن شاء الله.